بيعملوا السيروهات اللي بتتعمل للنادي الاهلي. تمريره حلوه ناحيه اليمين، استلام وحش لباسم لميدو، يلعب البينيه حلوه يا ولد، حلوه مره ثانيه، ممكن يسدد عمرو جمال، اتاخر كتير قوي، الراجل كان على حدود خط 18 كان ممكن يسدد، اتعملت بينيه من ميدو، كان متحرك كويس قوي مؤمن زكريا. مره ثانيه حلوه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هدف رائع رائع رائع. صالح جمعه قلت لحضراتكم من بدايه اللقاء هو افضل لعيبه النادي الاهلي في التمرير واستلامه والثقه في نفسه. صالح جمعه بيحرز هدف ولا اروع من كده. صالح جمعه في الدقيقه 16 هدف رائع رائع رائع. يا سلام يا ولد، صوتنا بيعلى مع الحاجه الحلوه والاهداف الجميله لصالح جمعه. هدف للنادي الاهلي في الدقيقه 16. السلام على العرضيه، صبري رحيل، راجل ايه ما فكرش، وش رجله في الزاويه البعيده، حلوه يا ولد، حلوه حلوه حلوه، هدف رائع صالح جمعه، حلوه يا ولد، ما يقدرش يعمل لها حاجه محمد ابو جبل. يا سلام يا ولد، شوفوا رايحه في حته صعبه جدا، حته صعبه جدا جدا على ابو جبل. يعني الراجل في اول ربع ساعه متالق وماشي كويس جدا في الملعب. احمد مصطفى كرة أمية، ادي خطأ مرة تانية من خط الظهر على حدود خط 18. رؤوف حلوة ما فيهاش تسلل، لسه فيها خطورة وهدف التعادل، هدف التعادل. لسه بقول لكم اخطاء خط الظهر قاتلة، اخطاء قاتلة. الراجل هتتعاد مرة تانية، الراجل سندها له هنا وفيها خطأ من خط ظهر النادي الاهلي في الدقيقة 25. هدف لمصلحة سموحة. كرة اتلعبت والراجل حطها كده بمنتهى السهولة للمهاجم احمد رؤوف اللي بقول لحضراتكم الهدافين المميزين. ادي اتعادت الكوره هنا، بصوا اول ما طلعت ما فيهاش اي حاجه. اسلام محارب، اسلام محارب هو صاحب الهدف، اسلام محارب. هدف في الدقيقه 25. صالح جمعه هدف النادي الاهلي كان في الدقيقه 16. وبدأ فريق سموحه يضغط من بدري. صالح جمعه ادي شايفين الضغط الموجود دلوقتي في وسط الملعب، ما كانش موجود من بدايه اللقاء، كان كلهم بيرجعوا لغايه نص ملعبهم. ادي التمريره مره ثانيه، استلام كويس تحت ضغط عمرو جمال، يحطها ناحيه الشمال. صبري رحيل، صبري يحطها ناحيه الشمال لمؤمن زكريا، ممكن يلعب عرضيه حلوه، هدف ثاني، هدف ثاني. يا سلام يا ولد يا مؤمن، مؤمن زكريا وهدف وحطها في الجول. الراجل خدع ابو جبل وعمل انه يلعبها بالعرض يحطها بماركه اهداف ابو تريكه لما كان موجود مع النادي الاهلي. تتذكروا هدفه في بطوله افريقيا في مرمى السودان مع منتخب مصر، حطها ببطن رجليه بنفس الكره كده بالظبط، ومؤمن بيحطها في الزاويه الضيقه. الراجل خدع الحارس مؤمن زكريا وبيحرز هدف ثاني في الدقيقه 32. السلام يا ولد، اتحرك كويس جدا واتعملت له من البدايه من صبري رحيل اللي بقول لحضراتكم عامل مباراه كويسه وخدع الكل. الراجل حطها ببطن رجله ويخدع هنا ابو جبل. هدف ثاني لمصلحه النادي الاهلي. مؤمن زكريا في الدقيقه 32. اتحرك كويس جدا 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 مؤمن زكريا. ادي بعض الجماهير اللي موجوده في عدم مشاركته في الفترات الاخيره. كرة اتردت في وسط الملعب، صالح جمعه يحطها في مساحه، هيلحق عمرو جمال، ما فيهاش تسلل. عمرو جمال مكمل الناحيه الثانيه مؤمن. وليد سليمان تمريره حلوه حلوه حلوه، الراجل لو وقع يبقى فيها ضربه جزاء، لكن هدف ثالث، هدف ثالث. يا سلام يا ولد، ده صالح جمعه، صالح جمعه الهدف الثاني ليه مع النادي الاهلي والهدف الثالث للنادي الاهلي. صالح جمعه وبيأكد، الراجل بيقول انا لعيب كبير ولعيب كويس واحق من ناس كتيره، لكن رؤيه الاجهزه الفنيه هي اللي شايفه كده. 3 النادي الاهلي، سموحه 1. صالح جمعه هدف في الدقيقه 70 من عمر اللقاء. حرك كويس جدا جدا جدا، كابتن حسام بيقوم. صالح جمعه هدف ثاني اتعملت حلوه. يا سلام يا وليد سليمان، وليد سليمان الراجل هنا لو لمس رجله فيها ضربه جزاء، لكن حطها ببطن رجله في الجول عشان يبقى هدف ثالث للنادي الاهلي. صالح جمعه هدف في الدقيقه 70. خدها لنفسه كويس جدا وفكر يحطها مره واحده، والراجل حاول هنا خط ظهر سموحه، لكن هدف. ودي فرحه جماهير النادي الاهلي اللي جايه تستمتع باداء لاعبتها بعد حصولهم على لقب الدوري. جماهير في الثالث. ادي السلام وليد سليمان عملها حلوه يا ابني، جميله جدا جدا. وليد سليمان حطتها حلوه قوي
يعني التمريره بيقول للراجل هات جول، لكن الترقيصه حلوه وحاططها حلوه، كان ممكن واحد تاني يقف في الكوره ويثبتها، خلاص هتقفل عليه زاويه الهدف او زاويه التمرير تبقى في الجول. خلاص هو الراجل من لمسه واحده حطها صالح جمعه. حمص في وسط الملعب، حسام حسن في وسط 4 5 6 لعيبه لوحده. حسام عايز يعدي، اتلعبت له في مساحه. حسام حسن فيها ضربه جزاء، فيها ضربه جزاء واضحه تماما، واضحه تماما، رغم ان كان في 3 4 لعيبه مكملين مع الراجل. يعني الراجل حط رجله كده، شوف بقى مؤمن ولا مين، تعبت حلوه من البدايه. تمريره حسام حسن كان من البدايه، ادي تمريره حمص، ادي مؤمن زكريا، الراجل دخل معاه جوه ال 18، ادي هنا لمس رجله اليمين، فيها عرقله وفيها ضرب جزاء، واحنا بنتكلم وشفناها قلنا ضرب جزاء سليمه وقرار سليم من محمود عاشور. ادي الراجل خد رجله اليمين وعرقله، رغم ان مؤمن داخل جوه ال 18 بدون قصد كده، الراجل حب يشيل رجله لكن خلاص هو لمس رجله، فيها ضرب جزاء وقرار سليم من محمود عاشور في الدقيقه 76. نشوف السيد فريد. السيد فريد كابتن فريق سموحة، كابتن الفرقة، 3 أهداف مع فريق سموحة. كان أحرز هدف في الشرقية وفي المصري والإسماعيلي السيد فريد. السيد فريد في مواجهة الشناوي، ضرب جزاء السيد فريد، السيد فريد والهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق سموحه. السيد فريد ده من ضرب جزاء. مباراة تحلو في الوقت المتبقي، قلت لحضراتكم المباراة لسه فيها اجوال. دقيقة 77، ادي هنا محمد الشناوي، طبعا غايب باسم علي، ممكن يكون تقلصات، جهد بدني كبير عمله خلال اللقاء، مش جاهز الراجل، فممكن يكون عنده تقلصات كده في السمانه. شوف بقى كريم ندفد، هنشوف هو اللي ممكن ياخد الجبهه اليمين. ادي ضربه الجزاء بتاع السيد فريد، بيحرز الهدف الرابع ليه مع سموحه. 4 أهداف، برضه نسبه كويسه كمساك يعني مع فريق سموحه. شفنا سعد السمير 4 أهداف مع النادي الاهلي، والاثنين مميزين بضربات الراس. لسه واقع احمد مصطفى لالا وخروج احمد حمص. مره تانية عمرو جمال كان ممكن يسدد، اتاخر كتير، ياخدها لبره، تسديده لكن تخبط في رجل ابو جبل. لسه مره تانية وليد سليمان تخبط في القائم، فرصه هدف رابع. حظك وحش قوي يا وليد. مره تانية تروح في وسط الملعب، هجمه كان فيها خطوره عمرو جمال من البدايه لاحمد مصطفى اللي لسه نازل عايز يعدي في وسط 3 لعيبه. هيعمل ايه الراجل لوحده؟ كثافه عدديه من لعيبه النادي الاهلي، يخلصها كويس، والعرضيه هيطلع هنا سهله جدا للشناوي، يطلع ياخدها. الشناوي يطلع ياخدها كده من اعلى نقطه، ياخد الثقه النهارده الشناوي. ادي الكره مره ثانيه خدها لنفسه كويس قوي عمرو جمال، وتسديده ويطلعها برجله ابو جبل، وللمره الثانيه تترد ويحطها. يا سلام يا ولد يا وليد، هارد لك في الكره اللي فاتت، حظه وحش جدا، حاططها كويس جدا وليد سليمان. هيطلع ابو جبل. رياضه محمد عبد المنعم، الراجل بيعلق وهو واقف في المقصوره في اذاعه الشباب والرياضه، بتطلع ركنيه يروح لها وليد سليمان. خلنا في 88 دقيقه، دقيقتين على نهايه اللقاء، وتقدم النادي الاهلي 3 أهداف مقابل هدفين. اتلعبت وليد سليمان على القائم الاول، تترد مره ثانيه، محدش مكمل ومحدش متابع، مسكها على مرتين محمد ابو جبل. ركنيه، شوف يلعبها وليد سليمان على القائم الاول المره الثانيه، هدف رابع. ده لسه بقول لكم خطا، لسه ما كملناش 30 ثانيه وهدف رابع لرامي ربيعه، هدف رابع على القائم. رامي ربيعه هدف رابع لرامي على القائم الاول، والراجل بدون اي رقابه موجوده من خط الظهر لوحده تماما، ويعني مرتين اتكررت، يعني لازم يتعلم بقى هنا كمان
حارس المرمى ابو جبل، لكن خط الظهر ما اتعلمش من الخطا اللي قبليها، وبيحرز رامي ربيعه هدف في الدقيقه 89. شوفوا هنا بقى حضراتكم مشاهدينا لوحده تماما، الراجل ولا بدون اي رقابه من خط الظهر ولا حارس المرمى، كانه بيلعبها، ولو حطها بصدره هتيجي جول، بدماغه جول، بظهره هتيجي جول، ايا كان بدون رقابه من حارس المرمى ولا خط الظهر. رامي ربيعه في الدقيقه 89 4 اهداف النادي الاهلي، هدفين سموحه. اسلام محارب